تخيل كل مرة تقول خلاص آخر مرة وبعدين ترجع لنفس العادة تاني. بتحس انك مزنوق في دايرة عايز تتحرر، لكن دايما في حاجة بتشدك لورا وتحس بعدها بالندم والإحباط. هل الحل في قوة الإرادة؟ هل الحل في الانشغال؟ ولا في سر محدش بيقولك عليه؟ أهلا بأهل القمة، الناس اللي في التوب في العالي. النهاردة هنتكلم عن الموضوع بوضوح ومن غير لف ودوران. هقولك على الأسباب الحقيقية اللي بتخليك مش قادر تبطل العادة، والأهم الحل العملي اللي هيغير حياتك. وفي نهاية الفيديو عندي ليك مفاجأة قوية جدا هتساعدك تاخد أول خطوة حقيقية نحو التحرر من العادة. تابع للنهاية عشان ما تفوتش الفرصة. مستعد؟ ركز معايا ويلا بينا نبدأ. الجزء الأول، ليه العادة دي مسيطرة عليك؟ قبل ما أقولك الحل لازم تفهم المشكلة الحقيقية. ليه كل مرة بتحاول تبطل ترجع تاني؟ العلم بيقول إن العادة السلبية مش مجرد تصرف، لكنها دايرة إدمانية متكاملة، وهقولك الأسباب الثلاثة اللي بتخليك مش قادر تخرج منها. السبب الأول، نظام المكافأة في عقلك. جسمك مصمم إنه يكافئك بالمتعة لما تعمل حاجة مفيدة زي الأكل والرياضة، لكن العادة دي بتسرق نظام المكافأة وبتديك جرعة مزيفة من المتعة السريعة، وده بيخلي مخك يطلبها أكتر وأكتر. زي اللي متعود يشرب قهوة كل يوم، لو فات يوم من غيرها يحس إنه مش قادر يركز، مش لأنه فعلا محتاجها، لكن لأن عقله اتعود عليها. الحل لازم تعرف توقف الاعتماد على المتعة السريعة اللحظية دي وتبدأ تبني مكافآت طبيعية حقيقية في حياتك. طب ايه السبب التاني؟ الهروب من المشاعر السلبية، التوتر، الفراغ، الملل، الإحباط. كل المشاعر السلبية دي بتخليك تلجأ للعادة السلبية كطريقة للهروب من الواقع، زي اللي لما يزعل ياكل شوكولاتة أو لما يتوتر يمسك الموبايل. عقلك بيربط بين العادة وبين إحساس معين، وده اللي بيخليها صعبة إنك تسيبها. الحل لازم تتعلم إزاي تواجه مشاعرك بدل ما تهرب منها، وده اللي هنشرحه في الحلول العملية. السبب الثالث، البيئة والعادات المحفزة. كم مرة كنت فاضي ماسك موبايلك وفجأة تلاقي نفسك بتتفرج على حاجة غلط؟ بيئتك وعاداتك اليومية هي اللي بتحدد سلوكك. لو بيئتك بتساعد على العادة مستحيل تبطلها بسهولة. الحل لازم تغير البيئة والعادات المحيطة بيك عشان تقدر تتحرر فعليا. دلوقتي بعد ما فهمت الأسباب الحقيقية دي هنتكلم عن حلول فعالة هتساعدك تبطل العادة السلبية للأبد. الجزء الثاني، خطة التحرر من العادة نهائيا. دلوقتي في الجزء الثاني هنتكلم عن خطة تحررك من العادة نهائيا. انا مش هقولك اشغل وقتك وبس او اشغل نفسك بالرياضة وخلاص، هقولك على خطة عملية قوية هتغير تفكيرك بالكامل. واحد، قاعدة افهم عدوك، اكشف حقيقتها. لازم تدرك ان المتعة اللي بتحصل عليها من العادة هي متعة مزيفة بتخدع عقلك. الحل انك تجيب ورقة او نوتة تكتب كل الاضرار اللي سببتها لك العادة واقراها كل يوم علشان تبرمج مخك ضدها. جربت قبل كده تغير مسارك في الطريق اللي بتمشي فيه كل يوم؟ في الاول عقلك هيفضل يقولك ارجع للطريق القديم، لكن بعد فترة الطريق الجديد هيبقى عادي بالنسبة لك. نفس الفكرة بالظبط وانت بتتخلص من العادات. اتنين، قاعدة التغيير بيبدأ من البيئة. لو كنت كل يوم بتقع في العادة بسبب الموبايل او الانترنت يبقى لازم تتحكم فيهم بدل ما هم اللي يتحكموا فيك. هقولك ازاي. زي اللي بيقرر يوقف مشروبات غازية، لو قال لنفسه انا مش هشربها تاني عقله هيحس انه خسر حاجة فهيبدأ يقاوم التغيير ده. انما لو بدأ يشرب عصير فريش بدلها عقله هيستبدل العادة القديمة بحاجة جديدة مفيدة. استخدم تطبيقات حجب المحتوى مثل بلوك سايت او كولد تركي. نام بعيد عن الموبايل عشان تبعد عن الإغراءات قبل النوم. غير روتينك اليومي، ما تبقاش لوحدك لفترات طويلة بدون نشاط واضح. 3، في قاعدة اسمها المتعة الطبيعية أقوى من المتعة المزيفة. بدل ما تعتمد على المتعة الوهمية لازم تخلق مصادر جديدة للمتعة الحقيقية. هقولك ازاي. مارس رياضة بتحبها لأن الرياضة بتفرز هرمونات السعادة بطريقة طبيعية. وابدأ هواية جديدة زي موسيقى، رسم، كتابة.
أي حاجة عندك شغف بيها. كون علاقات اجتماعية حقيقية تخليك تحس بالسعادة من غير ما تلجأ للعادة. 4، في قاعدة اسمها قاوم أول 5 دقايق. أكبر تحدي هو اللحظة اللي بتجيلك فيها الرغبة، لكن هل تعرف إن الرغبة العنيفة دي مدتها 5 دقايق بس؟ إزاي تتعامل مع اللحظة دي؟ أول ما تحس بالإغراء قوم فورا من مكانك وغير وضعيتك. خد نفس عميق لمدة 10 ثواني وابدأ اتمشى أو اشرب مية. قول لنفسك أنا أقوى من العادة وأنا المتحكم في حياتي. 5، قاعدة الدعم والاستمرارية. التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، لازم تبني عادات إيجابية تساعدك تثبت على الطريق. هقولك إزاي. حدد لنفسك هدف واضح، هوقف العادة لمدة 30 يوم، ده الهدف بتاعك. تابع تقدمك يوميا، استخدم تطبيقات مثل كوايت زيلا لمراقبة إنجازك. لو انتكست ما تجلدش نفسك، قوم فورا وكمل، لأن النجاح مش إنك ما تقعش، النجاح إنك كل ما تقع تقوم أقوى. دلوقتي بقى معاك خطة حقيقية، لكن في حاجة أخيرة لازم تعرفها، إن الحرية الحقيقية في الاستغناء مش في المقاومة. ساعتها حياتك هتتغير تماما. المفاجأة اللي وعدتك بيها عشان أساعدك تاخد الخطوة الأولى بجدية، جمعت لك كل الخطوات والاستراتيجيات دي في كتيب خاص اسمه دليل الحرية من العادة السلبية. الكتيب فيه تدريبات وتمارين عملية هتساعدك تثبت على الطريق وبدون انتكاسات. هتعرف ازاي تعيد برمجة دماغك وتتخلص من العادة دي نهائيا. وعشان تشجع نفسك تبدأ من النهاردة، هسيب لك كوبون خاص 90% لتحميل الكتيب بسعر منخفض. التفاصيل هتلاقيها كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عايز تتحرر بجد من العادة السلبية، ما تفوتش الفرصة واحصل على كتيب دليل الحرية من العادة السلبية. اضغط على الفيديو اللي ظاهر قدامك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن اللي جاي أقوى وأجمد. أنا مستنيك في الفيديو اللي جاي. يلا بينا علشان أنا وأنت في التوب في العالي.